القدرة. ركز معايا عشان كتاب زي كتاب الامتحان جايب لك فيهم مسألتين بس انا هشرحها لك بالتفصيل. لو احنا اتكلمنا على الفلوس، والدك في البيت هو اللي بيجيب القطمنص، هو اللي بيجيب الايه؟ الفلوس. فكأن بابا هو اللي بينتج الفلوس. ماما لو ما بتشتغلش، اخواتي، وانت سيادتك بتستهلك الفلوس. بابا بيقبض 5000، احنا بنستهلك 5000 برضك في الاخر بلح. بس الكلام ده على اساس ايه؟ ان بابا متجوز ماما بس، مش بابا اصل بابا لو ممكن يكون بيقبض 5 فبيجيب لنا 3، فاحنا بنستهلك 3. طب الاثنين في الكلام هنا على اساس في مسار مغلق، يعني بابا متجوز ماما بس والبيت مقفول علينا، مفيش بره. تعالى القدرة، بيقول لك في قدرة منتجة. من الذي ينتج القدرة؟ هقول له الذي ينتجها هي البطارية اللي في حالة تفريغ، اللي بتدي، عشان كده التيار خارج منها. مين بيستهلك؟ 3. اخويا الكبير اللي هي المقاومة الخارجية، اخويا الصغير اللي هي المقاومة الداخلية، والحاجة ربنا يديها الصحة. مين الحاجة؟ دي البطارية اللي هتتشحن، اللي داخل لها التيار. فرق بين دي ودي، دي التيار خارج منها بتدي بتفرغ، دي التيار داخل لها بتستقبل بتتشحن. ثم هنقول له في اي مسار مغلق باباه لو متجوز ماماه بس ومفيش اي زي ما قلت لك، هنقول له ان القدرة الكلية هتساوي 0. يس، قبض 5 صرفنا 5 بلح، صح ولا ايه؟ تعالى اي بطارية قدرتها جهدها في تيارها. مش انت عارف ان في 3 قوانين للقدرة؟ اي تربيع في الار، في تربيع على الار، في اي. انا وانا بتعامل مع البطاريه اقول له قدرتها بتساوي جهدها في تيارها، فهنا القدره هقول له بتساوي جهدها في بي، تيارها اسمه اي. حد هيقول لي بس يا مستر ربما يكون في مقاومه داخليه، ما هتستهلك اهي، يعني دي قدرتها كبطاريه جهدها في تيارها بس عشان بتدي. طب لو فيها مقاومه داخليه هتاخد هنا. تعالى بالنسبه للمقاومات هقول له اي تربيع في الار. اشمعنى يعني اي تربيع في الار؟ لان اشهر حاجه وانت بتحل معاك في المسائل هي التيار. طب لو معايا الجهد بتاع المقاومه اقول له في تربيع على الار، عادي جدا. طب بالنسبه للمقاومه الداخليه هقول له نفس الكلام، اي تربيع في الار. طب بالنسبه للبطاريه زي اختها هقول له جهدها في تيارها،